بتحكي وبتقول: أنا متجوزة من 6 سنين في محافظة بعيدة جدا عن أهلي، معرفش حد فيها خالص، حتى جوزي كان جواز صالونات، اتخطبنا 5 شهور وبس. وليلة دخلتي كانت اغتصاب كامل بعد الفرح بشهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم أحبابي الكرام، وياريت ما تنسونيش من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان كل قصة حقيقية مؤلمة من واقع الحياة توصل لكم أول بأول. خلينا نبدأ وهنقول: بتحكي وبتقول أنا متجوزة من 6 سنين، زي ما قلنا جواز صالونات من 5 شهور بس، فضلوا مخطوبين. المهم أنا أول ما اتجوزت فضلت أول شهر مفيش علاقة خالص، لأن كنت خايفة جدا في الأول، ومن كتر المحاولات جالي تشنج مهبلي. المهم جوزي ما كانش عارف يتعامل ازاي معايا، فقال لابن عمه لأنه كان أقرب حد ليه، يعني صحاب زي ما بنقول، وقال لنا ده ممكن يكون ربط. ورحنا للشيخ ومفيش فايدة. ده كان أول 4 أيام كده. أنا عارفة إن ده كله غلط إنه يتكلم في حاجة زي دي من الأول، بس أهو اللي حصل. المهم ابن عمه ده كل شوية يكلم جوزي، وجوزي يقول له لسه لسه لسه. فراح ابن عمه ده قال لأخو جوزي الكبير، وأخو جوزي الكبير راح قال لمراته اللي هي سلفتي. بعدها بأسبوع سلفتي بقت تطلع عندي وتلمح لي بكلام وأنا مش فاهمة هي عرفت أصلا إزاي. بعدها ب10 أيام لقيت حماتي طالعة رزع 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 على الباب، متعصبة جدا جدا جدا، وقعدت تتكلم بأسلوب في منتهى القذارة ومنتهى قلة الأدب، وقالت لي إن هي عرفت من ابن عم جوزي. بس اللي عرفته بعد كده من حكاياتها للجيران إن سلفتي هي اللي قالت لها، مع العلم إن سلفتي دي كانت وما زالت بتمثل عليا دور الحبيبة المخلصة والأخت اللي قلبها عليا. تسخن حماتي عليا من ورايا وتيجي قدامي، وحماتي ناس كافية تدافع عني، تفضل تدافع عني وتتكلم معاها كأنها حبيبتي مش عدوتي. أنا اتخدعت فيها بصراحة، والله العظيم سنين كتير وأنا مخدوعة فيها، لحد ما لسه بكتشفها من حوالي سنة، يعني مغفلاني من زمن طويل قوي. تمام. حماتي بقى مسكت جوزي هي وولادها ال4 وحماية، وفضلوا يدوله كلام زي السم ويسخنوه عليا انه انت ما انتش راجل، ازاي ان مراتك لحد دلوقتي ما ادتلكش حقها الشرعي، ده انت ده حقك الشرعي، ده انت تدغدغها وتعمل اللي انت عايزه غصب عنها وعن اللي جابوها، وكل واحد من اخواته بكلمة، لدرجة ان اخوه الصغير، له اخ صغير كان في الاعدادي، كان قاعد وامه بتقول جوزي ده لو بتقول لجوزي ده لو انا جبت للواد الصغير ده هو بنت هيعمل فيها كذا وكذا، وبيكلمها بتكلموا على كلمات عن العلاقة، كلمات سافلة جدا، ان هيعمل فيها كذا وكذا يعني. فطلع لي مشحون وانا كنت مرعوبة وبعيط جدا جدا. قال لي عيط بعيط هعمل اللي انا عاوزه، انا اخواتي بيعايروني بيقولوا عليا كذا وكذا بسببك. وطبعا شدني غصب عني على الأوضة وحاول معايا كتير، وفضل حاول كتير لحد ما جالي تشنج ومعرفش يعمل اي حاجة، وانا فضلت اصرخ اصرخ. فامه كانت قاعدة لينا على السلم بتتصنط، ففكرت ان احنا خلصنا، ولقيتها قاعدة ترزع على الباب وتشتم فيا وتقول لي بقى انت تعملي في ابني كده، ان يعني ما فيش علاقة لمدة شهر، انت تعمل معاها دلوقتي مرة واتنين وتلاتة، وتنزلي لي الصبح الساعة 8 يكون معاك الفوط بتاعتك. المهم حماتي دي حسبي الله ونعم الوكيل فيها. انا عارفة ان كلامي صعب، قصدها على فوط العلاقة، انا عارفة ان كلامي صعب، وممكن الادمن اللي هو اللي بتاعت الجروب معايا ما توافقش عليه، بس انا بقالي 6 سنين مش قادرة اتجاوز الازمة دي. انا اللي سببته واللي سببته ليا من اذى، كل ما افتكرها اعيط واكره نفسي. المهم نرجع للموضوع. ساعتها جوزي زعق لها وقال لها اطلعي بره، وطبعا اخواته تاني يوم مسكوه وهزقوه جامد وبهدلوه على الاخر، انه ازاي يزعق لامه ويقول لها اطلعي بره. واخدني ونزلنا اعتذرنا لها كمان، يعني عملت العملة وكمان هم اللي نازلين يعتذروا. المهم جوزي علشان يلم الدنيا قال لهم ده كل حاجة تمام واحنا خلاص خلصنا، واحنا ما كانش لسه حصل ما بيننا اي حاجة. بعدها بحوالي كمان 5 ايام شدنا مع بعض انا وجوزي، فقلت له انا همشي، قال لي بالسلامة. صعبت عليا نفسي قوي، فطلعت قعدت على السلم
وهو نزل سأل أمه عليا، قالت له ما شفتهاش، ما نزلتش هنا. قال لها أحسن، مشت يبقى أكيد مشت. فسمعتها قعدت تزغرط وبعدها هو قال لها على فكرة احنا ما حصلش ما بيننا أي علاقة. فقعدت تلطم وتصوت زي المجنونة بالظبط. واخوه قال له ما ترنش عليها ولا تعبرها، انت تكلم اهلها وتقول لهم تعالوا شوفوا بنتكم راحت فين. وكلموا اهلي كلهم، اعمامي واخوالي، وطبعا اهلي كان فيهم اللي شمتان فيا. المهم والدي جه وعملوا قعدة رجالة كلها ظلم وظلم، وجوزي بقى يرمي عليا اتهامات وكلام وقح وسافل، ويقول لي اهلي اهم منك، واللي اهلي يقولوا عليه يمشي عليكي. وطبعا كانوا قرايبه كلهم في القعدة، وكان الكلام في كل حاجة تخص العلاقة الشخصية، عيني عينك واللي ما يشتري يتفرج. وطبعا كان من ضمن الاتهامات ان جوزي كان مسجل لي تسجيل وبيستفزني وبيغلط في انا شتمت اهله بسبب اللي امه عملته فيا، وهو سجل لي شتيمة وسمعها لاهله واهلي وهم قاعدين. وطبعا كنت متجوزة بقالي شهر، فكان شكلي وحش قوي قدام اهلي، لدرجة ان انا كنت زعلانة من جوه ومكسورة قوي ان ازاي وش اهلي بقى في الارض. المهم عدت الايام وعدى الوقت، ورحت للدكتوره، قلت لهم انا لازم اروح لدكتوره، وفعلا رحت. حماتي جت رجلها على رجليا، وهو الدكتوره قالت لي وكشفت عليا، قالت لي يا بنتي الخلاصه ان انت تمام، مفيش فيكي اي شيء، الموضوع كله ان غشاء البقره بتاعك مطاطي، فده اللي بياخد معاكي وقت وده اللي بيستنزف معاكي الوقت ده، وبيحصل معاكي كده. فهدي اعصابك والدنيا هتبقى مفيش فيها اي حاجه. فحماتي خدت الكلمتين على الجرح، وان انت اللي بتدلعي علينا وانت اللي بتستعبطي فيها وي 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 وي. المهم راحت ولعت في الدنيا نار، وخلت يومها جوزي ضربني علقه موت. وقالت حماتي تروح لأهلك ياخدوكي. جم أهلي خدوني ورحت قعدت هناك يومين، وحماتي قالت قبل ما تجيبها من عند بيت أهلها لازم تعمل معاها هناك علاقة وتشوفها فعلا بنت ولا مش بنت. بس جوزي رفض وقال لا، العلاقة دي لازم تتم في شقتي وعلى سريري مش في أي مكان تاني. وبالفعل رحت قعدت عند أهلي يومين، قلت أريح أعصابي، ورجعت روحت معاه الشقة، وفعلا تمت العلاقة بعد ما أهلي شتموني وبهدلوني وكسروني وقالوا لي انتي سوتي وشنا، ازاي هتطلقي وهتقعدي وانتي لسه عروسة ما كملتيش شهر، هتفضحينا في وسط الناس والكل هيقول ان العيب منك انتي، الراجل ما فيش فيه عيب. فيا بنتي روحي اقعدي في شقتك وادي لجوزك حقوقه يا بنتي وعيشي بما يرضي الله. فعلا روحت في اليوم ده، كان أسوأ يوم في حياتي. يوم كانت ليلة فرحي فيه بعد شهر من ليلة جوازي، كانت ليلة أسود ليلة في حياتي كلها. فعلا كانت ليلة دخولتي، كانت ليلة اغتصاب كامل، ومع ذلك بقيت سايبة نفسي خالص مع اني بتقطع من جوايا، وكانت نفسيتي وقلبي بيتقطعوا قبل ما كان جسمي بيتقطع منه. بس كنت متحملة وساكتة علشان خاطر أبويا وكرامته، علشان خاطر أهلي، وعلشان خاطر الناس ما تشمتش فيا أكتر من كده. بجد أنا الموضوع ده مع إنه بقالي 6 سنين بس مش قادرة أتخطى الحالة الوحشة اللي أنا فيها، وكل ما بقعد بيني وبين نفسي بفتكر الموضوع ده، وبجد ببكي من قلبي وببقى مش قادرة أبص في وش جوزي.